اهلا طلابنا الحلوين اللي دايما معانا ان شاء الله ممتازين. اهلا يا شباب، النهارده معاكم مستر كريم صبري. ان شاء الله النهارده يا شباب هشرح لكم البريزنت سيمبل، المضارع البسيط. الزمن ده يناسب جميع طلبه المراحل الابتدائيه كلها، سنه رابعه وسنه خمسه وسنه سته، هيكون مجزي ليك بشكل كبير جدا، وكمان ينفع للمراحل الاعداديه لو انت حابب تذاكر البريزنت سيمبل الاول قبل ما تاخده في مقارنه في الفيديو اللي بعد ده، المضارع البسيط مع المضارع المستمر. لو حاسس ان هم هيبقوا كتير عليك مره واحده ممكن تتفرج على الفيديو الاول البريزنت سيمبل لوحده. طيب قبل ما نبدا اي زمن لازم الاول ناخد قواعد نمشي عليها ثابته. انا عشان اخد اي زمن لازم اعرف عنه 5 معلومات بالظبط كده، 5 حاجات لازم نعرف عنه. 5 حاجات لو عرفتهم يبقى انت قادر تتخطى اي سؤال ان شاء الله. طيب ايه ال5 حاجات دول؟ الاستخدام والتكوين والنفي والكلمات الداله والسؤال. دول ال5 حاجات اللي لازم نعرفهم عن اي تنس عشان الموضوع يكون سهل. طيب تعالى نبدا النهارده مع اول درس عندنا بقى اللي لسه بنتكلم عنه، وهو هيكون البريزنت سيمبل. يعني ايه البريزنت سيمبل؟ يعني المضارع البسيط. طيب اول حاجه عايزين نعرفها عن ال5 حاجات ديت هي اليوسج. كلمه يوسج يا شباب يعني الاستخدام. طيب المضارع البسيط ده بيستخدم في ايه؟ يعني القلم اللي انا ماسكه في ايدي ده بكتب بيه، فانا ايه السيتويشنز، ايه الموقف اللي هيحصل، فساعتها ابقى مضطر استخدم بريزنت سيمبل، مضارع بسيط. طيب بص يا عم، المضارع البسيط ده ليه 3 استخدامات. اول حاجه بيعبر عن العاده، يعني الهابت. يعني ايه عاده؟ حاجه بتتكرر، ممكن كل يوم، كل اسبوع، كل شهر، كل سنه، كل 10 سنين. المهم ان دي حاجه سيتويشن، موقف معين هيتكرر في حياتك. يعني انا مثلا عايز اعرف بابايا ان انا بروح عند مستر كريم كل يوم سبت، فده كده اسمها عاده. بما ان هي كده اسمها عاده فده كده يبقى فاكت، انا اسف، يبقى هابت، فده عاده. انا بروح المدرسه كل يوم، دي عاده. انا ماما بتزعق لي كل يوم، دي عاده. فده بالنسبه لي عباره عن عاده. طيب تاني حاجه في المضارع البسيط استخداماته اسمها الفاكت. الفاكت يعني الحقيقه، حاجه واقع. الشمس بتشرق كل يوم، لو حطيت تلج في مكان حر هيسيح. ده بالنسبه لي عباره عن فاكت، يبقى عاده وحقائق. الحاجه الثالثه بقى والاخيره اسمها تايم تيبل. تايم تيبل يا شباب يعني مواعيد ثابته. يعني ايه مواعيد ثابته؟ يعني مثلا الوزير بتاعنا قال لنا والله بدايه الدراسه هتبقى 20/9. 20/9 ده تايم تيبل، من قبلها اقول سوف، يعني الميعاد ده هيكون ان شاء الله يوم 20 في المستقبل اهو، ولكن استخدم بريزنت سيمبل يعني مضارع بسيط. يبقى لما اجي اسالك كده المضارع البسيط بيستخدم في ايه؟ هتقول لي ان المضارع البسيط بيستخدم في 3 حاجات: يوسج، هابت، تايم تيبل. ودي كانت اول بوينت من ال5 بوينتات اللي عندنا. طيب تاني نقطه عندنا في المضارع البسيط وهي هتكون التكوين. بعد اليوسج بناخد التكوين. طيب المضارع البسيط ده بقى بيتكون من ايه؟ يعني ايه بيتكون من ايه يا شباب؟ يعني بيتكتب ازاي؟ انا اكتبه ازاي في الجمله؟ بص يا سيدي، اي جمله في الدنيا بتبدا بالفاعل، ولكن المضارع البسيط ده هنقسم الفاعل لجزئين. هنحط الضمير اي ووي ويو وزي واي اسم جنب، دول هنحط لهم حاجه اسمها الانفينيتيف فيرب. الانفينيتيف فيرب قلنا مع الضمير اي اللي هو معناه انا، وهي اللي هو معناه هو، وانا اسف كده في ايه؟ اي اللي معناه انا، وهي اللي معناه نحن، يو اللي معناه انت او انت او انتم، وزي اللي بمعنى هم، واي اسم جنب. الناس دي كلها بتاخد حاجه اسمها الانفينيتيف فيرب. يعني ايه انفينيتيف فيرب؟ يعني اصل الفعل بدون اضافات. برضه انا مش فاهم يا مستر. بص يا سيدي، الحرف ده الاس، والحرف ده اي دي، والحرف ده اي ان جي. طول ما جملتك، طول ما الفعل بتاعك ده مش اخره اس ومش اخره اي دي ومش اخره اي ان جي، يبقى فعل في المصدر. يبقى ساعتها ينفع نجيب الفعل في اول الجمله اي او وي او يو او زي. طيب تعال نشوف بقى. طب لو الفعل بتاعي ده كان الضمير هي او شي او ات او اي اسم مفرد، اقول لك يا عم ساعتها حضرتك بتاخد الفعل ده اللي هو هي ده اللي بمعنى هو، وشي اللي معناه هي، وات اللي بمعنى لغير العاقل هو او هي لغير العاقل. الناس دي كده كلها بتاخد حاجه اسمها فعل. يعني فعل اهو بنزود له يا اما اس يا اما اي اس يا اما اي اي اس. يعني انت كده لو مركز معايا هتلاقي ان تكوين المضارع البسيط عباره عن حاجتين اهو يا بابا. بص كده اهو، انا بالنسبه لي بشوف الفاعل بتاعي. لو الفاعل بتاعي من الجروب الاولاني بحط له انفينيتيف فيرب يعني فعل في المصدر. لو الفاعل بتاعي من الجروب الثاني بحط للفعل اس. يعني تعالى ناخد مثال. لو انا مثلا جيت قلت لك مثلا كده اهو: علي نقط تي في. فانت شايف ان علي نقط تي في دي، اقول كده من وجهه نظرك علي واتش ولا علي واتشز؟ انت ايه رايك؟ مين الفاعل هنا؟ اللي بدا الجمله ده هو الفاعل. طيب الفاعل ده اللي هو مين يا بابا؟ الفاعل ده اللي هو علي اللي بدا الجمله. طيب علي ده اسم ايه؟
اسم مفرد. طيب بما انه اسم مفرد اهو يبقى بنزود لفعله اس يبقى واتشز. طب انا زودته اي اس ليه؟ عشان حضرتك بنزود اي اس كده لو الفعل بتاعك انتهى بالاس اس او الاو او الاكس او الاس اتش او السي اتش. لو انتهى باي واحد من الخمس نهايات دول فاحنا بنحط اي اس. طب امتى بنحط اي اس؟ والله لو الفعل بتاعك انتهى بحرف الواي وقبله حرف ساكن بنشيل الواي ونحط اي اي اس اللي قدامك دي. ده الشكلين بتوعنا. حلو، يبقى انا كده خدت الاستخدام والتكوين. طيب معلش كده يا مستر، هو انا امتى كانت تبقى واتش دي الاجابه الصح؟ اقول لك انا واتش دي كانت الاجابه الصح لو كان الفاعل بتاعها ده كان اي او كان وي او كان يو او كان زي. ساعتها كنت اقول اي واتش، زي واتش، وي واتش. حلو جدا كده، انا فهمت الاستخدام والتكوين. طيب نيجي بقى النقطه الثالثه، ودي بالنسبه لي من النقط المهمه جدا ان الطالب بتاعي لازم يكون عارفها، اسمها النيجاتيف. النيجاتيف يعني النفي. طيب مبدئيا كده عشان انا ابقى فاهم الجزئيه دي كده كويس جدا، اول لما اقول لك نيجاتيف على طول من غير ما تفكر كده قول لي ان النفي ده ليه ثلاث طرق. طيب لو انت كنت في امتحانات ابتدائيه فانت ممكن ما كنتش بتاخد الثلاثه كلهم في الامتحان بتاعك، ولكن خلي عندك درايه بيهم. اما لو انت طالب اعداديه فانت لازم تبقى عارف الثلاث طرق نفي بتوع المضارع البسيط. طيب ايه الثلاث طرق دول؟ بص يا عم تعالى كده نكتبهم واحده واحده عشان الدنيا ما تتوهش مننا. يبقى انا بس كده خدت الاستخدام والتكوين ودلوقتي بتكلم في النفي. طيب اول طريقه للنفي هتبقى بنستخدمها بكلمه اسمها دونت او بكلمه اسمها doesn't. بس انا عندي اي طالب بيقول كلمه دونت doesn't بقول له غلط. اكيد انتوا فاكرين ده، اشمعنى؟ فاكر ليه؟ برافو، لان احنا بنقول ايه؟ دونت ودازنت والمصدر. يعني عايز تقول ايه؟ يعني انا عايز اقول لك لما تقول دونت ودازنت على طول من غير ما تفكر قول لي مصدر لو سمحت. ليه؟ عشان دايما نفتكر ان الكلمتين دول بيجي معاهم مصدر. ده زائد كمان بقى ان انا هقول لك دونت بتيجي مع مين؟ فكرني. دونت دي بتيجي الفاعل بتاخد من الفاعل اي او وي او يو او زي، برافو، او اي اسم جمع. اما دازنت هتاخد الهي والشي والات واي اسم مفرد. طيب ده كده اول طريقه للنفي اسمها دونت ودازنت والمصدر. اهي بص كده دونت ودازنت والمصدر. حلو جدا. ايه ده؟ دي طريقه رقم واحد. طيب الطريقه رقم اثنين يا مستر، تعالى يا عم اقول لك. الطريقه رقم اثنين تبقى اسمها امنت وازنت وارنت. ايه ده؟ هو مش المفروض دول بتوع مضارع مستمر؟ بتوع مضارع مستمر لما يجي بعدهم اي ان جي. اما انت النهارده جاي تاخدهم ام واز وار، تعالى بقول لك الاول بس كده تعالى نشوف مين مع مين وبعدين نتكلم. الام دي بتيجي مع الاي، والاس دي هتيجي مع الهي والشي والات واي اسم مفرد، والار هتيجي مع الوي واليو والزي واي اسم جمع. بعد ما نحط ام واز وار اللي هي امنت وازنت وارنت ايا كانت مثبته او منفيه، فيهمني جدا نسمع منك الكلمه دي اسم وصفه. يبقى احنا كده كلاكيت تاني مره اسمها دونت ودازنت والمصدر، امنت وازنت وارنت اسم وصفه. يعني حاليا وانا بحل جملتي هبص دايما على بعض النقط. لو انا جالي بعد النقط فعل في المصدر فانا عايز واحده من دول، دونت ودازنت. جالي بعد النقط اسم وصفه، يعني ايه اسم وصفه؟ جالي علي نقط هابي، هابي دي صفه. علي نقط ليزي، ات نقط هوم دي بتكون المنزل، ممكن اقول از او ازنت، او مثلا هومز او مثلا زير ار هومز. يبقى كلمه اما ويزا وار في المضارع البسيط بيجي بعدها اسم وصفه، دونت ودازنت بيجي بعدها فعل في المصدر. يبقى دي يا سيدي اول واحده، وادي كده تاني واحده في النفي. طيب تعالى نتكلم بقى على ثالث طريقه للنفي. هتكون كلمه عندنا اسمها نيفر. نيفر دي بتساوي دونت شويه، تعالى اقول لك ازاي عشان ما تتلخبطش. بص يا سيدي، نيفر ليها بدايتين ونهايتين. دايما المعتاده هي بتيجي الفاعل مفرد هنا، يعني دايما بيجيب نيفر قبلها فاعل مفرد. مين المفرد ده لو انت عايز تركز كده معايا؟ يعني قصدي بمين؟ قصدي بالهي والشي والات. طيب لما يجون معاه فاعل مفرد زي كده احنا بناخد الفاعل ده ونحط له اس. يبقى ايه الحاله الوحيده اللي نقدر ننفي بيها المضارع البسيط ويكون الفاعل اخره اس؟ هي كلمه نيفر. طب لو الفاعل ده بقى كده جمع، لا ده حضرتك بنحط له فعل في المصدر. طب حضرتك تقصد مين بالجمع ده يا مستر؟ اقصد بالاي والوي واليو والزي، ده كده اقصد بيه الجمع. يبقى دي الطريقه الثالثه. يبقى انت لو مركز معايا كده انا عندي ثلاث طرق انفي بيهم المضارع البسيط. اسمهم ايه بقى؟ يلا نقول مع بعض كده عشان ناخد عليهم مثال، بس قول ورايا الاول. دونت ودازنت والمصدر. قول امنت وازنت وارنت اسم وصفه. نيفر مصدر او اسم. يبقى دي طريقه الثانيه الثالثه. طيب انا في الامتحان لما اجي احل هتعامل مع ده ازاي؟ بص يا سيدي كده الجمله دي كده اهو. لو انا جالي في الامتحان وكتب لي بالنص كده قال لي اسر نقط سليب، وقال لي اسر نقط سليبس، وقال لي اسر نقط هابي.
طيب انا الثلاث دول هنفترض ان هم حاليا الثلاث جمل دول مضارع بسيط، فانا محتاج انفيهم. فانا عشان انفيهم مبدئيا كده يلا نبص مع بعض كده ونفكر. انا عندي اسر هنا او ان كان هنا او ان كان هنا، في الثلاث حالات دول هو بيكون فاعل الجمله والفاعل ده فاعل مفرد، ده مبدئيا حلو. طيب انا هحل باسر؟ لا، اسر بيهمني ان انا امتى اختار بي دونت ودازنت ولا امنت وازنت وارنت، ولكن انا عايز الاول اختار الكوليكشن نفسه. انا عايز البلوك ده ولا البلوك ده ولا البلوك ده. فساعتها نعمل ايه بقى في النفي؟ في النفي لما كنا بنحل الجمله كنا بنبص الاول على اللي قبل النقط عشان نقدر نحدد احنا هنحط له فعل في المصدر او فعل اخره اسم. ده لما انت بتكون الجمله. اما انت حاليا بتكون النفي فهتبص على اللي بعد النقط الاول. لما نبص اللي بعد النقط اللي هي كلمه سليب، سليب ده عباره عن فعل فين؟ في المصدر، وانت حافظها برافو، اسمها ايه؟ دونت ودازنت والمصدر. يبقى انا هعمل اكس على الكوليكشن ده واكس على الكوليكشن ده وهبص هنا. طيب الاستاذ اسر ده ياخد دونت ولا دازنت؟ لا، ده اسر ده مفرد يبقى ياخد دازنت. يبقى انا هاجي هنا كده عند اسر وهكتب دازنت. انا اسف، انا ايه اللي جابني هنا؟ اصحى شويه اهو، دازنت. ادي اول مثال، جه بعدين فعل في المصدر. طيب تعال نبص على المثال اللي بعده. اللي بعده بقى جايبه سليبس. الحق فعل اخره ايه؟ اس. طب انا امتى احط اس؟ تعال نبص على الكوليكشن ده بيجي بعد مين؟ مصدر. طب تعال نبص على الكوليكشن ده بيجي بعد مين؟ اسم وصفه. امتى يجي اس؟ لما يبقى قبله نيفر. يبقى اسر بتاع الجمله الاولى خد دازنت مش عشان هو اسر، عشان بعده سليب. طب اسر بتاع الجمله الثانيه خد نيفر عشان بعده سليبس. طب يا مستر لو انا حطيت هنا فاعل جمع استخدم نيفر او دونت عادي، بس احنا مش بنستخدم نيفر في الجزئيه دي لان هو مش بيجيبها اصلا مع فاعل جمع، دايما بيجيبها مع فاعل مفرد عشان بنقبل الفاعل اللي اخره اس ده. حلو. طيب كده انت خدت دي اسر دازنت سليب ودي اسر نيفر سليب. طب هابي بقى، يعني ايه هابي؟ سعيد، برافو. طيب كلمه سعيد دي عباره عن ايه يا مستر؟ ادجكتيف، دي صفه. طيب بما انه صفه ده لا، ده لا، امال مين الصفه؟ ام واز وار. طب اسر ده اسم مفرد يا مستر يبقى ياخد اذن. يبقى ركز كده معايا. يبقى وانت بتحل اي سؤال correct choose find the mistake rewrite دايما خليك متاكد من الجزئيه دي، ان السؤال دايما في النفي دايما بنبص على اللي بعد النقط هو اللي بيحددها لي. يا اما يجيب لك العكس، يجيب مثلا هو دونت دازنت يبقى انت متاكد ان انت محتاج المصدر. يبقى النفي هيبقى فكره من الاثنين. لو انا اللي هحط الطريقه بتاعت النفي نفسها بص على الكلمه اللي بعد النقط. مصدر دونت ودازنت، اسم وصفه ام واز وار او امنت وازنت وارنت، فعل اخره اس يبقى نيفر. طب هو جاب بقى نيفر احط انا فعل اخره اس، جاب ام واز وار احط انا الصفه، جاب دونت ودازنت احط انا الفعل في المصدر. حلو كده. يبقى احنا كده خدنا كام حاجه؟ 3 اسمهم ايه؟ الاستخدام، برافو عليك، عاده حقائق مواعيد ثابته، التكوين مصدر او اسم، النفي ليه 3 طرق. طيب تعالى بقى نتكلم على السؤال. ايه السؤال ده بقى يا عم؟ الكويتشن بقى يا مستر بقى. انا دلوقتي عايز اعمل سؤال نفس الكلام. انا ممكن العب معاك باكتر طريقه صعبه جدا والخبطك بيها، ولكن الموضوع فوق البساطه والسهوله لو انت مركز يعني. طيب تعالى اقول لك الصعوبه فين في السؤال. بص يا عم، انا في المضارع البسيط ابدا سؤالي يا اما بدو يا اما بمين؟ بداز. حلو قوي. طيب ممكن حضرتك تقول لي يا مستر ايه الفرق بين دو وداز؟ نفس الفرق اللي كان بين دونت ودازن هو الفرق بتاع دو وداز. دونت كانت بتيجي مع مين؟ مع الاي والوي واليو والزي. يبقى دول لما تيجي في الاول عشان تبقى سؤال هيجي برضو مين مع ده؟ الاي والوي واليو والزي، وما تنساش اي اسم جمع. اما الداز هتيجي مع الهي والشي والات واي اسم يا ابني مفرد. حلو قوي. ممكن بقى اسالك سؤال جامد قوي. طيب ركز كده. لو انت بتاخد ده بس في السؤال يبقى انت بتفكر غلط، لان كمان انا عندي سؤال بيبدا في المضارع البسيط مش مضارع مستمر اهو، ام واز وار. امشي معايا واحده واحده وانتبه انا قصدي ايه. تعالى بس راجع لي كده. نفس ام واز وار اللي هنا هيكونوا هم ام واز وار اللي جنبهم على طول. ازاي؟ ام انت كانت بتيجي مع الاي يبقى الام برضه هتيجي مع الاي. از هتيجي مع الهي والشي والات واي اسم ايه؟ مفرد، برافو. والار مع الوي واليو والزي واي اسم جمع. طيب السؤال بقى هنا ايه؟ برضه انا مش قادر افهم سؤال حضرتك يا مستر. ركز كده في التفاصيل دي. ده سؤال وده سؤال. طيب لو انا جالي بقى في الامتحان بيقول لي نقط يو، تعالى بقى اوريك الكارثه. جاب لي نقط يو فجاب لي في الاختيارات دو ولا ار. تعالى كده نبص مع بعض. بص كده معايا. مين ده؟ يو بتاخد دو، يعني ده معناه ان اجابه دو اجابه صحيحه لانها بتاخد يو. كلام جميل.
مستر نعم. بص كده فوق الناحيه الثانيه، مين ده؟ برضه يو. ده بياخد مين؟ ايه ده بقى؟ دلوقتي انا بقيت متلخبط، هي اليو تاخد دو ولا اليو تاخد ار؟ طب ثواني. طب سيب السؤال ده كده وبص على اللي جاي ده كده، نقط هي او علي. طيب السؤال ده احطه از ولا داز؟ تعال نشوف كده. ادي الضمير هي، الحق يجي بقى داز، يبقى داز اجابه صحيحه. ماشي يا مستر. طيب تعال نشوف هنا از بتيجي برده مع الهي. ايه ده بقى؟ ده المشكله دي هتقابلني في اي ضمير هتلاقيه مشترك هنا وهنا. اقول لك لا خالص، لان انت عشان تختار، اعتبرني انا كده الفاعل بتاعك، عشان احط دو داز هنا كان لازم الاقي بعد فعل في المصدر، وعشان احط ام واصغر هنا كان لازم الاقي بعد اسم وصفه. يعني انا هكتب هنا كده، بص كده infinitive verb. انا عشان اعمل الكويشن ده انا محتاج فعل في المصدر، وعشان اعمل السؤال اللي فوق ده انا محتاج noun او adjective، اسم او صفه. تعال اديك مثال. المكتوب فوق هنا نقط يو، لو قال لي نقط يو بلاي تشيس مثلا، بص كده يا سيدي معايا لو سمحت. ادي الضمير يو ده الفاعل اللي احنا دايما بنبص على اللي بعده يدينا اللي قبله او العكس صحيح. فاحنا بصينا على اللي قبله دي النقط، اللي بعده مين؟ بلاي ده عباره عن فعل فين؟ في المصدر. هل ام واز وار بياخدوا مصدر؟ لا، دول بياخدوا اسم وصفه، يبقى دول مش تبعنا. يبقى اجابتي الصح هي دو، لان ار هتبقى غلط. حلو. طيب بص اللي جاي ده كده، نقط هي ريدي فور بارتي. طب كلام جميل، نمشي بنفس الطريقه. فين الفاعل؟ هي، اللي بنبص على اللي قبله يدينا اللي بعد او العكس صحيح. طيب لقينا اللي بعده كلمه اسمها ريدي يعني جاهز، وجاهز دي عباره عن صفه. طيب هي الصفه بتاخد دو داز؟ لا، دو داز اسم الصفه بياخد اما واذا وار، تبقى دي الاجابه الصح، وداز تبقى الاجابه الغلط. تمام كده؟ يبقى انا لو ركزت هلاقي ان فكره النفي هي فكره السؤال. يعني بص، معاك دو، معاك داز، معاك دونت، معاك دازنت، واحده من الاربعه دول فانت عايز مصدر. معاك امنت، ازن، ارن، بيكون عايز اسم وصفه. كل ده احنا ما خرجناش من اطار ايه؟ المضارع البسيط. طيب تعالى افكرك بقى كده. يبقى الاستخدام اداه حقيقي مواعيد ثابته، بيتكون من مصدر او اسم، بيتنفي بثلاث طرق، بنعمل له سؤال بطريقتين. يبقى اخر حاجه واهم حاجه فيهم ايه هي بقى؟ الكلمات الداله. ليه مهمه الكلمات دي؟ بص يا سيدي، مبدئيا كده لو انت طالب مرحله ابتدائيه فانت كل اللي مطلوب منك تعرفه عن الكلمات الداله ان الكلمات دي عباره عن كلمات علامات دلاليه. اول لما بنشوفها في الزمن، يعني الكلام ده اول لما هنشوفه هنا كده، الكلام كده هنا اول لما تشوفه في اي جمله يبقى انت بقى الكلام الجميل ده. ان انت لو عايز جمله تبص في الاول انت عايز مصدر او اسم، لو عايز نفي هتشوف انت عايز اي طريقه من الثلاثه، لو عايز سؤال عايز طريقه من الاثنين دول لما تشوف الكلمات دي. طيب لو انت طالب مرحله اعداديه لا، او سنه سته كمان برضه عندهم نفس الفكره. لا يعني سته واولى اعدادي وثانيه اعدادي عندهم الكلام اللي موجود دلوقتي اللي هو ايه بقى؟ ان الكلمات الداله ليها 4 اسئله. تعال نكتبهم الاول بعدين نشوف موضوع الاسئله ده. بص يا عم، انا عندي كلمه اسمها always او always، الكلمه دي، وعندي كلمه اسمها usually، وعندي كلمه اسمها often التي سايلنت، وعندي كلمه اسمها sometimes، وعندي كلمه اسمها hardly ever، وعندي كلمه اسمها never. تعال نترجمهم الاول. كلمه always او always معناها دائما نسبه انثى 100%، usually معناها عاده نسبه انثى 80%، often يعني غالبا 70%، sometimes يعني احيانا 50%، hardly ever يعني نادرا 10%، never يعني ابدا و0%. مستر طب انا فهمت اللي انت قلته ان هم معانيهم، ايه النسب اللي عليهم دي؟ هو انت نسيت في اول حصه كان كاتب ايه؟ عاده. يعني ايه عاده؟ حاجه انت متعود تعملها. فانا بلعب كوره كل يوم فانا هاخد كلمه always او always. انا بلعب 5 6 ايام في الاسبوع يبقى اخد كلمه يوجوالي او اوفن، ومش هيجيب لك الاثنين في الوقت يلخبط لك ما بينهم عشان ما تتعبنيش بس. طيب لو انت يعني وصلت لحد هنا كده فانت كطالب سنه رابعه او سنه خمسه انت زي الفل، هتحفظ الكلمات دي ان هي مجرد كلمات بتكمل ده. يلا بقى اقفل الفيديو وودعني بتاع سنه رابعه او سنه خمسه، بتاع سنه اولى اعدادي بقى او سنه ثانيه اعدادي او سنه سته. استنى بقى عشان احنا هنكمل دلوقتي. هنمسح لك السبوره بس عشان لو عايز تصور السبوره تعمل لها سكرين، ثم بقى همسح السبوره واديك الاربع اسئله او الاربع طرق بتوع السؤال بتاع المضارع البسيط. يلا يا سيدي اوسع لك اهو، صور السبوره بتاعتك براحتك، ولو انت سنه رابعه او سنه خمسه فكفايه عليك لحد كده، خش نام بقى.
يلا بقى بعد ما ودعنا طلاب سنه رابعه وسنه خمسه وقلنا لهم باي، طلبه سنه سته واولى وثانيه تركز معايا هنا بقى. بص يا عم، ادي الكلمات الداله اللي اتكلمنا عليها من شويه، وزي ما قلت لك كده انا بحب الطالب المنظم جدا، فعشان كده انا بقول لك ان انا عندي 4 افكار للكلمات الداله دي. اول فكره، الكلمات دي بتيجي كمجرد كلمات دليليه مش اكتر. يعني ايه كلمات دليليه؟ يعني مثلا يجي لي في الامتحان يقول لي كده صبري نقط تي في مثلا افري داي. ما افري داي دي من ضمنهم، خلي بالك اهو. ماشي؟ طيب فانت هنا تقول لي هنا بقى كده واتش ولا واتشز ولا واتشنج. اكتر حاجه بتستفزني بجد يعني عشان بس يبقى الكلام واضح، الطالب بيختار هو ان جي، حاجه احنا ما شرحناهاش اصلا يعني بمضارع بسيط، فالطالب يختار ان جي ده كده يبطل تعليم. اه والله يريحنا ويريح نفسه. طيب الفكره ان احنا ما دام ده جمله زي ما انت فاكر، لو انت كنت حاضر معايا الشرح من اوله فتبقى فاهم كده ان هي طول ما هي جمله لازم نبص على الاول على الفاعل اللي هو بيبدا الجمله. فطلع صبري، صبري ده اسم ايه يا ابني؟ اسم مفرد. طيب المفرد كنا بنزود لفعله اس فهناخده واتشز، فيبقى كلمه افري دي اللي جت هنا، او كان مثلا كنا كتبنا صبري اوفن، صبري يوجوالي، صبري سم تايمز، بس ما ينفعش نحط كلمتين في جمله واحده، يعني انا بقول يا دي يا دي، ايا كان بقى الجمله تكون موجوده هنا فهي هتعرفك الزمن ده. طب لو كنت كاتب زي كنت اخترت واتش. يبقى دي الفكره رقم واحد، ان هو يجيب الكلمات مجرد كلمات للعلامات الدلاليه. شكرا. طيب فكره رقم اثنين بقى، يجيبها كنسب تكرار. مش فاهم يعني نسب تكرار؟ مش انا لسه كنت من شويه جايبها لك قبل ما امسح السبوره 180 70 50 10 0 صح كده؟ طيب هيجيبها لك بقى بالنسبه دي ازاي يعني؟ يقول لك مثلا كده اهو آسر نقط جو تو سكول اون فرايدايز. طيب ويحط لك في الاختيارات كلمه always او always و often و never. طيب حضرتك كده تعال نشوف كده، فوق كان جايب هو اوفن وكان طالب مني اختار الفاعل اخره اس، هنا هو جايب اسر اللي هو الفاعل وجايب الفعل اخره اس ده هو خلص الجمله، ولكن هو هنا سؤاله على الكلمات الداله. حضرتك اسر هيروح يوم الجمعه المدرسه بتاعته يوم الجمعه بنسبه كام في الميه؟ في حد فيكم مثلا يوم الجمعه؟ اكيد لا، فساعتها هناخد نيفر اللي نسبه 0%. طيب قال لك مثلا اسر هي جيتس ذا فيرست ات هيز سكول، هو الاول على مدرسته، ده بقى ان هو نقط ستادي بقى، هو always ستادي، هو دايما بيذاكر، لان هنا كده نسبه مذاكرته 100% بدليل ان هو طلع الاول، يبقى هو يلعب على التكرار. يبقى الفكره رقم واحد مجرد علامه دليليه، فكره رقم اثنين بيتكلم على نسبه تكرار. طيب فكره رقم ثلاثه كمكانها في الجمله. يعني ايه كمكانها في الجمله؟ هتتحط فين في الجمله؟ يلعب معاك فيها على المكان. ظروف التكرار دي ليها مكانين في الجمله، يا بتيجي كنا بنغنيها حتى، اسمعني كده لو ما تسمعها اسمعني للاخر عشان ما تفهمش غلط وتقدر تفهمها تبسطها على نفسك ان شاء الله. اسمها الكلمه الداله الكلمه الثانيه. تاني كده، الكلمه الداله الكلمه الثانيه، يعني الكلمات دي دايما بتيجي تاني كلمه، يعني بيكون الفاعل وهي بتيجي بعد الفاعل. حلو. او الثالثه بعد ام واز وار، يبقى على بعضها الكلمه الداله الكلمه الثانيه او الثالثه بعد ام واز وار. طيب تعالى كده باذنك كده معايا بس هنا دقيقه شوف انت تفهم ولا لا. لو انا كتبت لك في الجمله كده آسر usually runs in club، وقلت لك آسر runs usually in club، بص يا عم كده معايا لو سمحت، انا عايزك تدور لي على كلمه ظروف التكرار اللي هي مين يجوي. بالمناسبه اهو الفعل اخر عشان الفاعل اسر، انا ما غيرتش حاجه في القاعده، وهنا برضو الفعل اخر عشان ده اسر، بس انا مشكلتي ان هنا يوجوالي واحد اثنين جت رقم ثلاثه وهنا يوجوالي جت رقم اثنين. هو المستر كان بيقول ايه؟ الكلمه الداله الكلمه الثانيه، يبقى هي دي امتى تبقى الثالثه؟ لو في ام وازوار. هل هنا في ام وازوار؟ لا، يبقى هي الكلمه الداله الكلمه الثانيه، يبقى دي الاجابه الصح. حلو كده، يبقى ده كده السؤال الصح وده اجابه ايه يا ابني؟ ده صح وده غلط. حلو. طيب كلام جميل. طيب تعالى بقى اقول لك، طب لو كانت كده يا مستر، نهى and علي usually study English، السؤال ده صح ولا غلط يا مستر؟ بص يا عم عشان بس ما نتغباش، نهى وعلي دول الاثنين على بعضهم هو السبجكت، يعني ده الفاعل، يعني الاثنين الكلمه الاولى، لان الاثنين يعتبروا عندي الضمير زي. طيب ده معناه ان يوجوالي دي الكلمه رقم كام دلوقتي اهو جايه الكلمه الثانيه، يبقى الاجابه دي صح.
يبقى هو هيلعب معايا ثواني يا يجيب لي فاعل من كلمه واحده فبقى عايز الكلمه تبقى لازقه فيه على طول عشان تبقى الكلمه الثانيه، يا هيجيب 2 فاعل اسمين يعني ولكن هيتعامل مع الاثنين كانهم اسم واحد فاعل واقول عليه ده السبجكت فالكلمه دي تبقى الكلمه الثانيه. طيب سؤال كمان، طب لو قال مثلا بقى كده علي is often late ولا علي often is late، ايه الصح في الاثنين يا شباب؟ تعال نشوف فين ظروف التكرار. often اهي وoften اهي، هنا جايه رقم 3 وهنا جايه رقم 2. في العادي احنا بناخد رقم 2، تبقى الكلمه الداله الكلمه الثانيه او الثالثه لما يبقى فيه ام واز وار، وادي كلمه از، يبقى الاجابه دي هي اللي صح والاجابه دي هي اللي غلط. يبقى رقم 3 في الفكره بتاعت رقم 3 في ظروف التكرار يا يجيب كلمه عشان يعرفني اختار مصدر او اس او دونت دازنت مجرد علامه دلاليه، يا يجيبها كنسبه تكرار اختار منها، يا يجيبها كمكان. يبقى كده فاكر الفكره، فاضل الفكره الرابعه والاخيره. جه في الامتحان كتب لك كده يا دكتور نقط يو، خليها دو نقط دو يو ستادي انجلش، وطبعا كالعاده كلنا هنلاقي الاجابه نيفر. نيفر دي اللي نسبة، فهو هنا عايز هنا كده يحط اداه استفهام. طيب بص يا سيدي، هو انت لو بصيت في الاجابه لقيت كلمه مين؟ نيفر. نيفر دي اللي بمعنى ابدا يا مستر، اللي نسبه 0% اللي هي كانت من ضمن ظروف التكرار. طيب الظروف دي كلها مالهاش غير اداه استفهام واحده بس، يبقى لما تشوف اي اجابه من دول يبقى سؤالك، الفكره دي ممكن تجي لك في المحادثه كمان، يبقى سؤالك اسمه ايه؟ هاو اوفن. هاو اوفن بمعنى كم مره او كم عدد المرات. يعني لو الاجابه كانت اولويز، كانت يوجوالي، كانت اوفن، كانت سام تايمز، كانت هاردلي ايفر، كانت نيفر، كانت افري داي، افري ويك، ايا كان، يبقى سؤال اوتوماتيك من غير ما تفكر الناس دي ده سؤالها اسمه هاو اوفن. حلو. طيب بما اننا بقى اتكلمنا على هاو اوفن، فتعالى بقى انا كده خلاص خلصت فكره الكلمات الداله اللي هي 4 افكار عشان ما نتوهش من بعض: علامه دلاليه، نسبه تكرار، مكانها في الجمله، اداه الاستفهام بتاعتها. اخر حاجه بقى عشان نختم، هاو اوفن دي نفسها ايه قصتها؟ ما هاو اوفن دي زي ما بيتجاوب عليها بنيفر كده ممكن يتجاوب عليها بطريقه ثانيه، حابب انك تعرفها عشان ممكن تلخبطك. الطريقه دي اسمها وانس، الكلمات دي بتيجي في اخر الجمله، وانس وتوايس. وانس دي معناها مره واحده، وتوايس دي معناها مرتين. دي الارقام الوحيده اللي بتتكتب بالطريقه دي، اللي هو الواحد والاثنين. من بعدهم اكتب اي رقم عادي، 3 3 5 5 10 10، بس اي رقم باستثناء الواحد والاثنين اللي مكتوبين بطريقه مختلفه دول ياخد الكلمه دي عافيه. اسمها ايه بقى الكلمه دي؟ تايمز. يعني انا عايز اقول 4 مرات لازم اقول 4 تايمز. طب مره وانس بس، طب 3 مرات 3 تايمز، طب مرتين توايس بس. وبعد دول كلهم بنحط الكلمه دي اللي هي ادي هي جايه بمعنى بالعربي بمعنى كلمه كل قد ايه بقى يا عم؟ شوف بقى، كل يوم، كل اسبوع، كل سنه. يبقى الناس دي كده كلها اجابه لهاو اوفن. يعني هاو اوفن اداه الاستفهام دي بقى ليها اجابتين، يا نجاوب بظروف تكرار يا نجاوب بدي. طيب تعالى ناخد مثال معلش كمان. لو انا كتبت لك في الامتحان كده اهو وير، لا بقى اسف مش وير، لو قلت لك كده هاو اوفن دو يو بلاي مثلا فوتبول، انت بتلعب كم مره كره قدم؟ طيب ده السؤال، واخد بالك السؤال بادئ بمين؟ مش بادئ الثانويه هاو اوفن. هاو اوفن دي انت مسموح لك تجاوب بطريقه من الاثنين، تعالى بقى اجاوب لك بالاثنين يا عم. الطريقه الاولى هتكون بالكلمات الداله بتاعتنا، هقول كده اي واحط بقى نسبه التكرار اللي انت محتاجها، اقول له مثلا كده اي يوجوالي، اي نيفر، اي سام تايمز. وعملتها كده ليه؟ لان الكلمه الداله الكلمه الثانيه اهو، اي يوجوالي بلاي فوتبول. ادي اول اجابه، حطيت الكلمه الداله الكلمه الثانيه. او اقول له اي بلاي فوتبول، ماشي براحتك بقى يا بيه، اكتب بقى هنا بقى وانس توايس اللي انت 3 تايم، ب 50 مره ماليش فيه، وبعد كده تحط لي حرف الاداه وتقول بقى ادي اير امانس. المهم لو خدت بالك بعد رقم 2 كاتب كلمه تايم، 5 تايم، يعني انا كتبت مثلا كده 7 هيبقى 7 واحط معاها كلمه اسمها تايمز. طيب السؤال الاخير ده بقى انا هكتبه وهستناكم ان انتوا تكتبوا الاجابات بتاعته في التعليقات تحت كده وانا اشوفها من الاسئله بتاعتكم، وكل واحد يكتب اسمه جنب اجابته. هاو اوفن، بس الجواب بقى ما يرضي الله. How often do you play in your phone؟ بتلعب كم مرة على التليفون بتاعك في اليوم؟
عايزك تجاوب لي الاجابه رقم 1 والاجابه رقم 2 بنفس الطرق بتاعتك. How often do you play in phone؟ اشوفكم على خير في فيديو تاني ان شاء الله.